لو شفايفك باظت بعد رمضان وعايزة تصلحيها تعالى أقولك الحل. ناشفة طبعا وفيها تشققات ولونها باهت بسبب قلة المية، تعالى أقولك تستخدمي ايه واللي عجبني جدا. أنا جربت الليب بالم بتاعة شان، تعالى أقولك ريفيو بسيط كده على ليب بالم بتاعة شان اللي أنا جربتها وده شكلها. أنا جايبة اللي هي بالفراولة، هي معايا بقالها كتير وبتقعد وقت طويل جدا. حجمها 5 جرام، فيها SPF 30 وده حلو جدا علشان بيحميكي من الشمس لو بتطلعي طبعا بره. عارفين الاحلى من ده كله ان هي بتديكي لون طبيعي ولون شبه الروج جدا، يعني انت مش محتاجه ان انت تحطي روج. وده شكلها. هي بتاعتي عامله حادثه بس مش مشكله هخلصها برضه. بصوا بقى المكونات بتاعتها، هي عباره عن زيت جوز الهند وفيها زبده الكاكاو وفيها كمان بانسينول وعسل. فطبعا المكونات دي كلها مع بعض كفيله جدا ان هي ترطب بشرتك، وبالنسبه لي عجبتني جدا في الترطيب. الكميه بتاعتها حلوه جدا وبتقعد معاكي وقت طويل، فهي كفيله جدا ان انتي تقدري تستغني عنها بديل عن الروج. لان بصوا شكلها، اللون بتاعها مهما حطيتي منها، هي على حسب اللون بتاعها انتي ممكن تكتري او تزودي اللون على حسب انتي حابه ايه. ده اللون بتاعها، بصوا اللون بتاعها قوي، خصوصا بتاعه الفراولة دي. في منها الشفافة، الروز بتكون لونها خفيف، لون البينك كده، دي لونها احمر. فشوفي انتي حابة ايه واشوفك الريل الجاي.